باسل خياط هو أحد أعمدة الدراما العربية وخصوصا السورية، ويعرف بقدرته الفريدة على تجسيد الشخصيات المعقدة والمشحونة بالعاطفة والغموض. الاسم الكامل: باسل محمد خياط. تاريخ الميلاد: في 29 من أغسطس عام 77. البلد: سوريا، من مواليد دمشق. المهنة: ممثل مسرحي وتلفزيوني وسينمائي. الدراسة: خريج المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق. أبرز أعماله: مسلسل العرابي بدور قيصر، الشخصية مركبة بين الطموح والدموية، ومسلسل الرحلة بدور أسامة وهو شخصية مضطربة نفسيا، أداء نال إشادة واسعة. مسلسل قيد مجهول بدور سمير من الدراما النفسية المشوقة ومن أنجح أعماله. ومسلسل آسر، النسخة العربية من مسلسل إيزل التركي، قدرته على الغوص في أعماق النفس البشرية وتجسيد الصراعات الداخلية. تنوع أدواره بين الرومانسي، النفسي، التاريخي والبوليسي. حضور قوي على الشاشة وصوت مميز يضيف عمقا للشخصي.